السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي صحة دايما. الشكل الخطير اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ويجوع ما خدش مني غير نص ساعة بس في تحضيره. اول حاجة بتيجي على بالي لما بكون عايزة اكلة حلوة وسريعة وفي نفس الوقت كلها بتتعمل في طاسة واحدة. هنعمل ألذ وأطعم بيف استراجونوف على طريقة المطاعم بصوص طعمه خطير. الأكلة دي منجزة قوي لو انتوا مسافرين واضطريتوا تدخلوا المطبخ وتطبخوا أكلة حلوة. هتكون أكتر أكلة برشحها لكم تعملوها هي البيف استراجونوف على طريقتي، متأكدة كل اللي هياكلها من إيديكوا هتعجبه جدا. تابعوا الفيديو نهاية، بس الأول لو أول مرة تشوفوا قناتي انزلوا تحت الفيديو ضغطوا على كلمة اشتراك، هنسمي الله ويلا بينا نبدأ على طول في الوصفة. مهم جدا في قطعية اللحمة اللي احنا نستخدمها في وصفة النهاردة ان يكون السمك بتاعها رقيق وفي نفس الوقت ما بتاخدش اي وقت في التسوية على النار. تقدروا تستخدموا لحمة الستيك او كمان الفيليتو او تستخدموا زي كده لحمة البوفتيك، يا اما بتجيبوها كده شرايح وتطلبوا من الراجل ان هو يقطعها لكم شرايح رفيعة او تقطعوها انتوا بالسكينة شرايح رفيعة بالشكل ده زي تقطيعة الشاورما بالظبط. كمية اللحمة اللي انا استخدمتها كانت حوالي نص كيلو. تقدروا تعملوا الكمية اكتر من كده او تقللوا عن كده براحتكم خالص. بعد ما قطعت الكمية بتاعتي كلها حطيتها في طبق وهتبلها برشة كده من الملح وكمان رشة من الفلفل الاسمر ومعلقة كبيرة واحدة مليانة كده من الدقيق. الدقيق بيظبط الشكل بتاع اللحمة وكمان بيظبط الصوص، مش هحتاج اكتر من كده. هنقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها كويس، بعدين هنركنها على جنب على ما نجهز الخضار بتاعنا. الخضار اللي انا هستخدمه النهاردة عندي نص كيلو من المشروم الفريش، وتقدروا تستخدموا المعلب بس طبعا الفريش بيكون ألذ وأطعم، وبصلاية واحدة بس متوسطة. اقطع كمية المشروم اللي عندي كلها لشرايح سميكة بالشكل ده، وتقدروا تقللوا الكمية عن كده يعني تستخدموا ربع كيلو بس. وكمان قطعت البصلاية لمكعبات حجمها صغير خالص. وده كل الخضار اللي انا هحتاجه. طاسة سخنتها كويس جدا على النار وبحط فيها معلقتين كبار من الزيت ومكعب كبير من الزبدة. هستنى لحد ما الطاسة تسخن كويس والزبدة تسيح معايا، بعدين بنزل بشرايح اللحمة بتاعتي. مش بنزل بالكمية كلها مرة واحدة علشان ما تنزلش السوائل وتبقى اللحمة معانا ناشفة وبتشد. كمان مش هحط الكمية كلها مرة واحدة، يعني بقسم الكمية بتاعتي على مرتين. هخلص الكمية بتاعتي دي واول ما شرايح اللحمة بتاعتنا تاخد لون هبدأ ان انا اقلبها علشان تتحمر معايا. يعني انا دلوقتي بفردها في الطاسة بس من غير اي تقليب لحد ما اتأكد ان هي اخدت لون من الناحية دي. بقلبها على الناحية التانية وعايزاها توصل لدرجة اللون دي، تحسوا ان هي متحمرة كده. ده بيفرق جدا في الطعم في الاخر. بعد ما بخلص الكمية الاولى اللي عندي هشيلها كده وارفعها في طبق، وهنزل بباقي الكمية في نفس الطاسة على نفس النار العالية، مش بنهدي النار خالص. هنسيب الطاسة زي ما هي من غير ما ننضفها من البقايا اللي لازقة فيها دي. كل الحاجات دي هنلمها في الاخر مع الصوص اللي احنا هنعمله وهيبقى كل حاجة طعمها حلو. بوزع اللحمة بتاعتي كده لحد ما تبدأ تاخد لون، على طول هقلبها علشان تبدأ تتحمر معايا، وأول ما توصل لدرجة اللون دي خلاص هشيلها من الطاسة. ودي الكمية اللحمة بتاعتي كلها اللي أنا عملتها كده. هي أخدت معايا نص تسوية، لسه هتستوي تاني لما نرجعها في الصوص. نفس الطاسة على نار عالية بنزل مكعب كبير من الزبدة وبنزل بالبصلاية اللي احنا قطعناها لمكعبات صغيرة. هبدأ كده ان انا اشوح واقلب البصلة مع الزبدة لحد ما تبدأ ان هي تصفر وتدبل والريحة بتاعتها كده تظهر وتطلع. برضو هكمل تقليب، وفي الوقت ده هنزل بكمية المشروم بتاعتي كلها اللي احنا قطعناها في الاول. الكمية تبان ان هي كتيرة بس المشروم بيدبل خالص اول ما يبتدي يستوي، فالكمية دي تحسوا ان هي قدام شوية كده مع التقليب هتقل خالص وهتشوفوها. بنهدي النار بتاعتنا لدرجة حرارة متوسطة. مع التقليب المستمر هتلاقوا ان المشروم بدأ يتكرمل مع البصل واليدبل. في الوقت ده منزل ب3 فصوص من الثوم المفروم ناعم، وهقلب كده التومة لحد ما الريحة بتاعتها تظهر ويتشوحوا كده كلهم مع بعض وبس كده. بعدين هنزل في الوقت ده معلقتين كبار مليانين من الدقيق، ده اللي هو هيظبط لنا قوام الصوص. بنقلب الدقيق مع كل الخضار اللي عندي في الطاسة لحد ما يختفي خالص وما يبقاش ليه اي اثر، وفي نفس الوقت تحسوا ان الخضار كله اتغلف بالدقيق كده والقوام بتاعه بقى تقيل. هنزل في الوقت ده بكوباية واحدة بس من شوربة اللحمة. تقدروا تستخدموا مرقة، مكعب مرقة متدوب كده في مية سخنة مغلية هينفع برضو، بس انا كان عندي شوربة لحمة حطيت كوباية واحدة كبيرة. يدوب بس هدي كده تقليبة. وحاجة بقى مهمة بتفرق جدا في الصوص بتاعنا، عندي نوعين من الصوص،
يا اما تستخدم ويرشستر صوص، ولو مش متوفر ممكن صويا صوص. انا حطيت معلقه واحده كبيره بس من الويرشستر صوص، ومعلقه واحده كبيره من الخردل او المستردة، بنزل بيها كده وما تزودوش عن معلقه واحده. واختياري لو انتوا متوفر عندكم يا اما كريمه طبخ او كريمه خفق، الحاجتين دول ينفعوا. هحتاج منهم بس 200 مللي يعني كوبايه. البديل ليهم كوبايه من الحليب بندوب فيها معلقه كبيره مليانه من القشطه، بتدينا برضو نفس النتيجه. هنقلب كده علشان كل حاجه تمتزج مع بعضها، وبعدين بنهدي النار على اهدى حاجه. هتلاقوا ان القوام بتاع الصوص بدأ يغلي ويبقبق معايا بالشكل ده. اول ما تحسوا بقى ان الصوص معاكم بدأ كده يتظبط ويتقل، علشان تعرفوا تعملوا خط كده في ظهر المعلقة. لو تلاقوا الخط ده فصل من غير ما يرجع على طول، كده قوام الصوص معايا بقى مظبوط. برجع اللحمة بتاعتي كلها في الصوص ده وبقلبهم بقى كويس قوي علشان اللحمة تتشرب من طعم الصوص والكمل التسوية بتاعتها، لان هي كانت واخدة نص تسوية. فعلشان تستوي معانا كويس وتبقى كل حاجة تمام، هقلب كده. بعدين بغطي الطاسة بتاعتي وبسيبها على نار هادية لمدة 10 دقايق. بنرجع نكشف الغطا من تاني بعد 10 دقايق. وعايزة اقول لكم بقى في الوقت ده الريحة بجد خطيرة، يعني لو معايا بجد مش هتقدروا تقاوموا الريحة. كده كل حاجة استوت معايا، الصوص تقل وتركز اكتر وبكبك كده، وكمان اللحمة عندي استوت سوا كامل واخدت من طعم الصوص. على طول بنديها كده رشة بقدونس للتزيين، وكمان بشيلها من على النار، وكده بقت جاهزة معايا. ألذ وأسرع أكلة ممكن تتعمل في نص ساعة وتطلع بالجمال ده. شكلها وطعمها وكمان قوام الصوص كل حاجة فيها مظبوطة ولا غلطة. نسيت أقول لكم إن أنا ما تبلتش الصوص بأي حاجة، لأن الشوربة بتاعتي كانت متبلة كويس، فما احتاجتش إن أنا أحط أي ملح ولا فلفل أسمر. تقدروا تدوقوا كده الصوص، ولو حسيتوا إن هو محتاج رشة من الملح والفلفل الأسمر حطوا، بس ما تزودوش، لأن الوايرشستر صوص أو الصويا صوص بيبقوا مالحين، فما تزودوش الملح قوي. يعني تدوقوا كده كل حاجة وانتوا بتعملوها علشان كل حاجة تبقى مظبوطة الملح بتاعها وما تبقاش مالحة بزيادة. الأكلة دي في المطاعم بتتقدم بطريقتين، يا إما كده تعملوا معاها رز بسمتي أبيض أو رز أبيض مصري عادي. كل الحاجات دي تنفع. تاخدوا كده من الصوص وتحطوا على اللحمة، ويبقى عندكم طبق بالجمال ده. تاخدوا كده معلقة رز وتاخدوها بالصوص مع اللحمة بالمشروم، كل حاجة مع بعضها مظبوطة، ميكس النكهات كله مع بعضه خطير جدا. الطريقة التانية اللي بتقدم بيها بيكون عندي مكرونة مسلوقة أي شكل وأي نوع انت عايزينه، وبتحطوا كده من اللحمة والصوص على المكرونة من فوق، وبتقلبوا بقى كل حاجة مع بعضها وبتاكلوها. فالمكرونة عندنا بتتغلف بالصوص باللحمة، تبقى طعمها حلو قوي. بالنسبة لي أنا بحب جدا أكلها بالمكرونة. وبس كده خلصت وصفة النهاردة. عملنا أكلة مطاعم في نص ساعة بس وطلعت بالجمال ده. أتمنى يكون الفيديو كان سهل وبسيط عليكم، وجربوها وبالهنا والشفا مقدما لأي حد يجربها. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير، واستنوا مني فيديو جديد نعمله مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.